السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة تقييم سكواد النادي الأهلي بعد غلق القيد الأفريقي لمباراة السوبر. لسه القيد المصري مستمر لغاية 25/10. تقدر تسجل لعيبة، والقيد الأفريقي يعني إنك أنت تلعب بلعيبة في أفريقيا في دور المجموعات. مسجل الآخر 9، يعني الآخر 9 معاك إنك أنت تسجل لعيبة، بس دي هتشارك معاك من دور المجموعات. عاوزين نقيم سكواد النادي الأهلي. هل السكواد السنة دي أقوى ولا السنة اللي فاتت؟ هل الصفقات اللي جت عملت إضافة ولا في نقص؟ هنتكلم مركز مركز. هنبدأ بمركز حراسة المرمى. مركز من حراسة المرمى، يعني النادي الأهلي 3 حراس في المنتخب المصري. ده دليل إن النادي الأهلي يعني الحراس بتوعه مش محتاجين تدعيم. 3 حراس بسم الله ما شاء الله. عندك مصطفى شوبير دلوقتي يقدر ياخد مكان الشناوي. كنت بتدور على فترة على انك تبقى عندك حارس، وما كنتش مدي ثقة لشوبير، ما كنت يعني كنت خايف منه. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندك حارس واثنين، وحمزة علاء مع المنتخب الأولمبي بيتألق. فشايف ان المركز ده في النادي الأهلي مش محتاج تدعيم. ندخل على الناحية اليمين. الناحية اليمين عندك محمد هاني، وعندك كريم فؤاد ربنا يرجعه بالسلامة بيلعبها، وعندك عمر كمال واكرم توفيق بيلعبها. قصه ان محمد هاني يلعب على قصه ان محمد هاني يفضل في الاهلي ولا بتاع، مع ارقامه مش حلوه. محمد هاني يعني ارقامه تحسه ماسك كمبيالات على المدربين اللي بيلعبوه، سواء في منتخب مصر ولا سواء في النادي الاهلي. هو بالنسبه للباكات اليمين الباكات اليمين الموجوده في مصر حاليا، هو يعتبر احسن واحد يعني من الناس يعني يقعد في الاهلي، ما قلتلكش يمشي. بس بالنسبه عمر كمال، ما ينفعش عمر كمال يتقارن بمحمد هاني نهائي. ده حتى هو الراجل وبينزل من على الدكه بيعمل اضافه وبيعمل فرق وبيصنع اهداف وبيجيب اهداف. فان قصه الناس مع ان محمد هاني يلعب على عمر كمال دي انا مستغربها نهائي. المقارنه بين محمد هاني ومحمد عمر كمال، ده لعيب راجل اساسا هو باك كان وينج، فهو سماته الهجوميه هتبقى اعلى من محمد هاني، لان هو اساسا في مركز كان بيلعب في مركز الجناح. اكتشفوه في مركز الباك رايت. طبعا بالنسبه لمحمد هاني راجل بيدخل في العمق، ممكن يجيب لك ضربه جزاء بفتحه برجل لرجله مثلا. ضربة جزاء عرضياته كويسة في الحالة الدفاعية. وهو اللي انا مستغرب عليه ان اساسا كولر في بدايته لعب بعمر كمال بسردباك. يعني مش اكيد ان شايف ان محمد هاني احسن وخايف من عمر كمال دفاعيا، ده انت بدأت بيه سردباك. فدي انا حاجة مستغربها، ونفسي اشوف ان عمر كمال يلعب. واحنا في الدوري المصري، يعني مع احترامي للانديه الدوري المصري، انت عندك اغلبيه الانديه يعني بسم الله ما شاء الله تعبانه وعلى الاخر. يعني انت النادي الاهلي، يعني بيب جوارديولا السيتي، مش بقارن بيب جوارديولا في السيتي بيلعب اي فريق في الدوري الانجليزي. بيلعب الفرقه كلها ناقص يطلع بالجون يلعب هجوم. انت عندك انت الاهلي بيلعب اغلبيه الماتشات مش بيلعب فرق قويه، يعني انك انت تخاف والدنيا دي. انت محتاج تعمل اداء. انت بالنسبه للدوري المصري انت السيتي يعني. فانا نفسي اشوف عمر كمال وفي ناحيه الباك يمين. عندنا في مركز السردباكات، عندك انت رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اشرف داري، يوسف ايمن. اشرف داري ده الصفقه الجديده، جبناه من نادي في فرنسا. وعندك يوسف ايمن جبناه اعاره من فريق الدحيل في قطر. وعندك ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مكملين. وعندك محمد عبد المنعم، وده خساره كبيره. ده مشى من النادي، وده خساره كبيره. يعني محمد عبد المنعم خساره احسن مدافع في القاره الافريقيه. ما انا شفت فيديوهات اشرف داري، مدافع كويس بس مش محمد عبد المنعم يعني. محمد عبد المنعم كوره اعلى، جوده اعلى. اشرف داري شبيه لياسر ابراهيم، مدافع التحامات قويه بدنيه. فانا شايف ان المكان هنا يعني هينقص شويه. انت محتاج التركيبه تبقى كويسه علشان تدي كمان انك انت اشرف داري مش هيطلع بالكوره زي محمد عبد المنعم. فانت محتاج يبقى واحد جنب اشرف داري، اكيد اشرف داري هيلعب اساسي. فانت محتاج واحد جنب اشرف داري يكون كورته حلوه. يوسف ايمن انا شفت له فيديوهاته كورته حلوه، بس بقارن بالدوري القطري انا مش عارف ايه ظروفه. بس هو الراجل انا شفت كورته انا عجباني. يعني انا لو تقول لي الثنائيه اللي نفسك تلعب بيها اقول لك يوسف ايمن واشرف داري. يوسف ايمن هو اللي هيقدر يطلع بالكره من تحت، واشرف داري هو اللي الراجل بتاع الالتحامات. مع ان رامي ربيعه عامل مستوى هايل مع منتخب مصر ليه فتره السنه اللي فاتت بسم الله ما شاء الله، موسم ممتاز. على فكره رامي ربيعه من قبل الاصابه اللي جات له دي من زمان، اللي هي بتاعه الضمه قعد فيها سنه اول. رامي ربيعه كان من احسن المدافعين في مصر يعني. بس هو يعني ليه غلطاته وليه هفواته. بس اللي تسالني انا بالنسبه لي العب بيوسف ايمن واشرف داري. يعني يوسف ايمن واشرف داري هم بالنسبه لي الاثنين اللي هم العب بيهم.
عندك ناحيه الباك ليفت، وده انا في لغز كبير. احنا اشترينا يحيى عطيه الله تمام، وعندك علي معلول، وعندك كريم فؤاد ربنا يرجعه بالسلامه بيلعبها. عندك علي معلول واشرف داري. مستغربها، علي معلول لازم كنت تجدد له، راجل كابتن تاريخي يعني من كابتن الفرقه، راجل تاريخي اسطوري، ما ينفعش تسيبه كمان. جت في عز اصابته فما ينفعش تسيبه. بس الفكره ان انت عندك وكريم الدبيس عندنا برضه في المكان ده. الفكره ان انت يحيى عطيه الله، وانت جددت بمبلغ كبير لعلي معلول. ابو علي معلول هيتجيد مكان مين؟ عندك اغلبيه الاربعه الاجانب على الاقل محتاجين لهم موسم عشان تقيمهم، يعني مش هتقدر تمشي حد ولا تطلعه من القائمه. فهل علي معلول هيدخل مكان مين؟ هيدخل مكان مين بعد ما يبدا في يناير؟ هيدخل مكان مين؟ انت محتاج عشان تقيم اللعيبه دي، محتاج على الاقل موسم عشان اللعيبه الجديده دي تقيمها. عندك حاجه مستغربها، كريم الدبيس المدرب مستبعده في ماتش بكره بتاع جورماهيا، ومش واخده. يعني هو مش الراجل مش مقتنع بيه، وهيحط كوكا في مركز باك الشمال. اولى كان النادي الاهلي، كان اللاعب جاله طلق. على فكره كريم الدبيس عنده قصور، عنده قصور دفاعيه، بس باك شمال كويس يعتبر يعني. محمد حمدي راح النادي الزمالك وهو كريم الدبيس بيلعب عليه. يعني لا، انا شايف ان كريم الدبيس بدل ما هو كان متالق في الاولمبياد، بدل ما جاله عرض انت كنت مشيته. انت مش في حاجه ليه، انت عاوز تعمل يعني عملت زي ما عملت مع كريستو. كريستو كان برضه جاي له عرض، قلت لا انا محتاجه وما لعبتوش وحطيته في الثلاجه. يعني كريم الدبيس لو هيكون انت المفروض كنت مشيته، لو جاء له عرض وانت مش عاوزه ومش محتاجه تمشيه، ياخد فرصه يدخل لك فلوس. اه تاخد فلوس تصرف بيها على، حتى انت ما بتصرفش على الصفقات، ما انت تاخد فلوس تصرف بيها على الفروع بتاعتك، الفروع الجديده. فكان اولى الراجل يمشي بدل ما نحطه في الثلاجه، المدرب مش مقتنع بيه. عندك برضو المشكله بتاعت علي معلول، مش عارف هيكون ايه حلها. انا قلت لك ان انت جايب اربع لعيبه يعتبر جداد، فانت على الاقل هيكملوا معاك موسم برضا سليم ببيرسي تاو اللي قاعد. فانت مش هتطلع حد، فانت علي معلول هيدخل مكان مين؟ وانا هقول لك مستقبل النادي الاهلي هيحصل ايه. النادي الاهلي ولا هيجيب لاعب خامس ولا هيجيب اي حاجه، وهتلقى علي معلول جيد، وهتلقى عندك اتنين باكات شمال اجانب، والاحلى هتلقى علي معلول هيلعب وينج ويحيى عطيه الله من تحته، وكده الدنيا بسم الله ما شاء الله. لان علي معلول، انا بالنسبه لي علي معلول باك شمال عالمي. الا وينج يلعب وينج وجناح والحاجات دي لا، مش بتاعته. هو راجل هيرفع اوفر اخره، الا مش هيعرف يرقص، مش هيعرف بتاع، مش وينج خالص علي معلول. بس هنشوفوا ايه موضوع حل الموضوع ده يعني. عندك في مركز وسط الملعب، عندك اكرم توفيق. مركز ستة مروان عطية، أكرم توفيق. أكرم توفيق ومروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، عمرو السولية، إمام عاشور، ومحمد مجدي قفشة بالنسبة لثمانية أو عشرة. تسألني المكان ده كان محتاج بن رمضان ولا مش محتاج بن رمضان؟ أقول لك المكان ده محتاج مليون بن رمضان. ايوه محتاجين بن رمضان في المكان ده. انت عندك عمر الساعي لاعب، انا قلت عليه امام عاشور، وامام عاشور القادم، بس مش لاعب 20 سنه، مش هيجي يشيل النادي على طول. يعني محتاج انك انت كنت لاعب خبره. يعني انت امام عاشور لما يتصاب لا قدر الله اتصاب في المنتخب، مين كان هيعوض امام عاشور مثلا في الاهلي لو طولت اصابته مثلا؟ انت كنت محتاج لعيب نفس مواصفات امام عاشور. عندك عمرو السوليه، يعني اصابات كثيره بتاع، مش هيشيل مركز 8 في النادي الاهلي. تقول لي اكرم توفيق، استحاله اكرم توفيق يبقى مركز 8. اه المدرب بيلعب بيها عشان الراجل قوي بدنيا، بس مهما يجتهد مش هيعمل الفرق. مهما يجتهد وبيحاول يضغط على نفسه ويعمل، هيوصل في الحته الهجوميه مش هيضيف. يعني مش هيضيف، فانا ما شايفوش مركز 8 نهائي يعني. هو سد خانه مش اكتر السنه اللي فاتت، الا انه يكمل في مركز 8 دي علامه تعجب يعني بالنسبه لي. بس هو القصه عند كولر ان هو عنده مركز 8 تمانيات بيحب يدخلهم لعمق الملعب. فالتمانيات بيحب يدخلهم لعمق الملعب، بس يردوا تاني نص الملعب عشان ما يحصلش مساحات وفجوات. فهو بيطالب ان يكون اللاعب عنده اقوى بدنيا. فهو بالنسبه له اكرم توفيق بالنسبه له يروح على ال 18 بتاعت الفرقه ويرجع نص الملعب، ما يدوش الجوده العاليه، بس ما يدوش جوده عاليه، المهم يرجع نص الملعب، مش شرط يكون جودته عاليه المهم. عشان كده هو اختار عمر الساري، بس عمر الساري عنده الكره الهجوميه اعلى من اكرم توفيق وبيرد ويرجع. برضه كان الاهلي محتاج بن رمضان في المكان ده. متى هي بالعدد؟ احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، اكرم، كلهم مركز ستة ستة في الملعب. عندك انت برضو واحد يقول لي يا عم لا عادي اكرم سنية، اكرم مروان امام عاشور. لا مش عادي، احنا بنلعبوا احنا كل الماتشين اللي بنلعبوهم كلهم ماتشين اقوياء، هم في اخر دوري ابطال افريقيا مع الزمالك مع كذا، وانت الاهلي برضو يعني. يعني انت في الدوري المصري تلعب لي باثنين دفاعيين ستة، انت لها قوات امن المركز الدفاع معاهم كمان، الاثنين الستة دول. يعني انت هو واحد ستة واثنين هجوميين ثمانية بيرجعوا ويردوا يعني. فاحنا هنشوفه برضه النادي طبعا، ولا عرف يخلص بين رمضان. سمعنا كلام ان
النادي عاوز فلوسه كاش وقبل يناير. مش عارف النادي الاهلي نادي الزمالك دفع 6 مليون، 6 مليون غرامات، 6 مليون دولار غرامات عشان يفك القيد بس، وبعدين بيشتري صفقات وبيجيب لعيبه تحت السن. انت بقى جايب لي اربعه ومش عارف تجيب لعيبه تحت السن حتى تضيف لك، ودي مستقبل للنادي. مش عارف تجيب الخامس بتاعك، راجل داخل على كاس عالم وانتر كونتيننتال وكاس عالم للانديه، وبطوله السوبر ليج الافريقي هتتلعب في شهر 9 تقريبا. ومش عارف برضه تجيب لعيب خامس يضيف للسكواد. الانديه السعوديه بيجيبوا 10 محترفين حاليا، يا عم احنا مالناش دعوه بالانديه السعوديه. مثلا الانديه السعوديه مثلا معاهم فلوس بيجيبوا 10 محترفين. انت النادي الاهلي داخل على البطولات دي، نادي كاسب 6، كاسب 6 مليون دولار السنين اللي فاتت من بطولات وبتاع، مثلا يجي في حوالي 6 مليون دولار. عقود رعايه بالمليارات، ومش عارف تكمل الاجنبي الخامس بتاعك وتعمل زي كل سنه. وما عرفتش امال انت بتحضر نفسك على اساس ايه؟ يعني المفروض تكون محضر نفسك. الاهلي في موسم من انتقالات جاب لي سعد، مصطفى سعد، ميسي وبرونو سابيو وشادي حسين والثلاثه مشوا. يعني المفروض الناس تبقى ايه، عندها عين وتختار، لان النادي الاهلي داخل على كم بطولات، محتاج لعيبه ومحتاج عناصر تضيف للنادي. فلما إن تسيب المكان رقم 5 ده في الافارقه فاضي وما تضيفش، ده حاجه غريبه يعني. عندك مركز الاجنحه، عندك حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر. طبعا مشيت احمد عبد القادر. حاجه غريبه، لعيب، اللعيب ممكن يكون سلبي، عمل مشاكل، بس انت بعد ما رجع ماتش الزمالك وجاب جون ورجع ماتش مازيمبي، قلنا خلاص احمد عبد القادر هيقعد ومش هنسمعه لراي المدرب في كل حاجه. المدرب قاعد، ممكن قاعد هيقعد معاك، ممكن يمشي، الا اللعيب مستمر. وبرضه راح فجاه لقينا ان احمد عبد القادر مشى. بقول لك مش احمد عبد القادر مش احسن حاجه، بس لاعب سلبي. اي نعم، ايوه، احمد عبد القادر عنده سلبيه في الكوره وبتاع، بس طاهر مش احسن منه. طاهر ليه كام سنه في الاهلي، شوف عدد اهدافه وشوف عدد اسيستاته. استحاله يكون احسن من احمد عبد القادر. على الاقل احمد عبد القادر ممكن واحد على واحد يحل لك مشكله. اي نعم سلبي، بس ممكن الموضوع السلبيه ده لو اتجرست ودنه ان هو يبدا يباصي. اللي عندك يعني انت طاهر، محمد طاهر، انا عارف ان كولر بيقتنع بالوينجات اللي هي بترجع تدافع. لازم الوينج يرجع يدافع. هنلعبوا بلديه المحله، مع احترامي لاي نادي، غزل المحله، هنرجع ندافع. ايه يعني الوينج احمد عبد القادر مش سيء قوي في الدفاع يعني، مش سيء لدرجه ان هو طاهر احسن منه يعني. طبعا المركز وبيرسي تاو برضه، انت جددت له موسم بمليون ونص، مش هيلقى عرض زي كده بره خالص. طبعا انت جددت له، طبعا ما رضيش يمشي وبلط لك، مع ان المدرب مش عاوزه يقعد. طبعا هو خلاص مش هيلعب كوره، هو راجل خلاص بيجي مادي، مش فكره الفلوس، بلط. بس ممكن يلعب اخر السنه، مش عارف، الله اعلم يعني. هو برضه بيرسي تاو ماتش و10 لا، اصاباته كتيره، فمش عارف. اللي جدد له هو المفروض كان يستحمل، تديه فلوس قال انك انت تلسق وتخلي زي بعضه. المدرب احنا عاوزين نخلوا اللعيب بس عشان هو مش هنقدر نمشيه لي فلوس. مش عارف ايه الدنيا يعني. الاهلي كان محتاج مكان، حتى ما يمشيش احمد عبد القادر، يمشيش احمد عبد القادر. حتى المصريين الراجل ما اقتنعش بحد، وانا برضه مش مقتنع بحد يعني. انا لو قلت لي زيكو ولا عبد القادر اقول لك عبد القادر، البنوبي ولا عبد القادر اقول لك برضه عبد القادر. فالراجل ما اقتنعش باي حد مصري، مش عارف ايه الفكره عنده. سمعت كمان ان طاهر هيلعب في مركز الفيرود، الله اعلم يعني. عندك في مركز الفيرود، عندك من مركز المهاجم عندك وسام ابو علي وكهربا، وهيلعب طاهر. برضه مش عارف المكان ده كان محتاج مهاجم افريقي برضه وسام لا قدر الله حصلت حاجه، كهربا مش احسن حاجه، العلاقه حتى مع المدرب مش احسن حاجه. فمش عارف ايه الدنيا يعني. بس هو ده تقييمي لسكواد النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.